السلام عليكم حباباتي وصحاباتي والناس اللي عزاز على قلبي في قناتي شهيوات المطبخ الاقتصادي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غراتان ديال الشيف لور. كيجي لذيذ وبنين، وجدوه للغدا او للعشاء ما تشبعوش منه بطريقه سهله وبسيطه، وخصوصا هذه هي الوقيته ديال الشيف لور ومتواجد بكثره في الاسواق. فانا بغيت نشارككم معكم بهذه الطريقه واكيد غادي تعجبكم. قبل ما نبداو ما تنسونيش بواحد اللايك فضلا منكم. غنبداو بسم الله. عندي هنايا واحد الراس ديال الشيف لور كيف كتشوفوا، وهذه هي الوقيته ديالو. غادي نحيد له هاد الوريقات هادو الخضر، ومن بعد غادي نحيد له دوك الرويصات، كل رويص بوحديته. كيف كنعرفوا الشيف لور راه دغيا كيطيب، ما كياخذش وقت كتير، وانا بغيت نشاركو معكم بهذه الطريقه هذه. غراتان ديال الشيف لور الصراحه راه كيجي ما تشبعوش منه. نغيروا شويه على الشيف لور، كنطيبوه بالمرقه اولا باللحم اولا بالدجاج. فاليوم بلا لحم بلا دجاج، وغادي يجي من ألذ واروع ما يكون. كيف كتشوفوا من بعد ما حيدت له دوك الرويصات كنبقى هكايا كنقيه. الا كان شي رويص هكا كبير كنقسمه في النص حتى غادي نسالي هذا الراس هذا ديال الشيف لور كامل، ومن بعد غادي نسلقو. من بعد ما ساليتو كيف كتشوفوا تبارك الله راه حط ليا كميه كثيره. دابا غادي نغسلو مزيان ومباشره في طنجره اللي دايره فيها الماء راه سخون اولا غليان. درت واحد نص حامضه ودرت هاد الشيف لور هذا. غادي ندير الملحه وغادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب. انا الصراحه درته في الكوكوط باش دغيا يتسلق معايا. مباشره في مقله كندير تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت. الا كان زيت الزيتون غيكون احسن، ما كانش ديروا غير زيت عاديه. غادي نضيف عليها واحد الحبه ديال الفلفله حمراء اللي قطعتها مربعات صغيره، وغادي نحك عليها واحد الفص ديال الثوم اللي يكون كبير اولا 2 فصوصه ديال الثومه يكونوا صغارين. ومن بعد غادي نحرك هاد الثومه مع هاد الفلفله. كنبقى هكايا كنخلطها وكنخليها كتشحر ليا في هاد الزويته. غادي نغطيها باش ديك الفلفله ترخى وتدبال وتولي بحال هكايا. انا اختاريت فلفله حمراء باش حتى لاصوص يجيني حمر. ضفت واحد 3 حتى ل4 الحبات ديال الطماطم اللي حكيتهم في الحكاكه. غادي نضيف واحد 2 وريقات ديال الرند، الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، واحد المعلقه ديال القزبور اللي عندي مهاشيه في الهاشوار، الكمون، التحميره، شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، وشويه ديال القزبور يابس. هذه هي العطريه اللي درت. كنخلط كل شيء مزيان وكنغطي على المقيله وكنخلي ديك لاصوص حتى تتغلي وتولي لي بحال هكا. ما كنخليهاش حتى تنشف لانها مازال غادي تطيب وغادي ندخلها للفران. صافي كنخليها هكايا جاريه واحد شويه، كنطفي عليها النار ومباشره كناخذ هذا المول هذا ديال الزاج اللي كندير فيه تقريبا واحد 2 حتى 3 د المعالق ديال هاد لاصوص. كان بحال هكايا تفريشه كتفريشه اولى اولا كطبقه اولى، وغادي نزيد عليها داك الشيف لور. من بعد ما تسلق راني صفيته وخليته استقطر مزيان، كنخويه كامل. ومن بعد كنبقى هكايا كنطقطقو بهاد المعلقه باش كيتساوى ليا في هاد المول هذا، وبحال اللي كنفرتو باش كيجيني الكغاتان زوين، ما كيبقاوش دوك الرويصات هكاك صاينين اولا صحاحين. من بعد ما قديته كنبقى نزيد من فوق منه هاد لاصوص هادي اولا هاد الصلصه هادي. داكشي باش قلت لكم ما تنشفوهاش مزيان لانني مازال غادي ندخلها للفران وغادي تزيد طيب لي مع هاد الشيف لور. كنبقى هكا كنخوي هاد لاصوص هادي كامله حتى نساليها، وانا كنغطي هاد الرويصات هادو ديال الشيف لور. وعلى جنب عندي 3 ديال البيضات اللي ضفت لهم واحد 4 كاس ديال الحليب، واحد شويه ديال الملحه. كنطربهم مزيان ومن بعد غادي نخويهم من فوق هاد الشيف لور هذا. الفران في هاد الوقيته راني شاعلاه كيسخن باش غادي ندخلو للفران يكمل الطياب ديالو، وهاد البيض هذا يطيب ويجي متماسك. من بعد ما خويت هاد البيض هذا كامل
غادي نضيف عليه واحد الرشه ديال الفرomاج اللي كتبقى اختياريه، الا كانت غادي يكون افضل، ما كانتش صافي تكتفيو غير بداك البيض. غير هو هذا الفرomاج كيعطيه واحد التعليكه وواحد اللوين كيجي مذهب. صافي من بعد ما غطيته كامل بالفرomاج غادي ندخلو للفران وغادي نخليه حتى يطيب داك البيض ويتحمر ويولي لي على هذا الشكل. هذا كيكون هذا هو الكغاتان ديال الشيف لور اللي حضرت معاكم. كيجي شهوه منه، ما تشبعوش منه، وجدوه للغدا او للعشاء مع كويس داتاي، خصوصا في هذا الجو البارد. وهذه هي الوقيته ديال الشيف لور. نغيروا شويه على الشيف لور طايب مرقه. انا غادي نقسم طريف باش تشوفوا كيف كيجي. كتجي هاد الكغاتان هذا كيجي متماسك معلك بالفرomاج. هانتوما هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.